رودينا جت تقول لي يا ماما انا اتفرجت على فيديو على اليوتيوب عاملين بطاطس حلوه قوي ومقرمشه، بس انتي مش هتعرفي تعملي زيهم. لا، قلت لها هعملها. مش هعملها ليه؟ مفيش حاجه تغلب علينا، انا قد التحدي. يلا بينا نسمي الله ونصلي على الرسول، وما تنسوش اللايك والشير وتفعلوا الجرس في قناتي، واللي بيحبني يقول لي بيتابعني من اني بلد. اول حاجه معانا نص كيلو من البطاطس، سلقناها وهرسناها جامد. هننزل بقى ايه عليها باربع معالق كبار بقى من النشا الحلوين كده معانا. النشا دي انا ما شفتهاش في الفيديو، بس انا ضفتها من عندي عشان انا عارفه ان النشا بتزود قرمشه. ومعلقه صغيره بابريكا، معلقه صغيره توم باودر، معلقه صغيره بصل باودر، وايه رشه بسيطه من الفلفل الاسود، ومعلقه صغيره من الملح. وهنفضل بقى ايه نعجن فيها كويس لحد ما نجمعها عجينه كده كويسه محترمه. اول بقى ايه ما اتجمعت معانا عجينه كده، هنقسمها بقى ايه على كيسين. هنجيب كيسين بلاستيك نحطهم فيها وايه ونحطهم بقى في الكيسين كده. هنحطهم بقى ايه على الرخامه بتاعتنا بقى ايه، ونبتدي نفرد ايه بايدينا كده كويس. هنضغط عليها كويس كده. بعد كده بقى ايه هنجيب بقى النشابه نفرد بيها. عايزين بقى ايه سمكها بعد ما نفردها يكون 2 سنتي، عشان ما نقطعها تبقى معانا بسمك كده محترم، ونقدر ايه ما تتفكش مننا ايه في الزيت. تمام، يبقى فيه بقى بشكل بطاطس كده حلوه بقى. فردناه بقى بالشكل ده. هنفرد بقى الكيس التاني بالشكل ده كده. انا بقى نسيت اقول لكم على حاجه بقى. هندخلها بقى ايه التلاجة. احنا دخلناها التلاجة لمده ربع ساعه. عايزه تدخليها اكتر من كده مفيش مشكله، بس انا ايه شردينا واقفه فوق دماغي مستعجلاني بقى. انا هاكلها دلوقتي يعني هاكلها. هنفتح بقى الكيس بقى كده بالمقص بالشكل ده كده، وهنقطع بقى بالسكينه ونقسمها لصوابع. عايزاها صوابع طويله مفيش مشكله، عايزاها تقسمي الصباع نصين. انا قسمتها نصين بصراحه، ما عملتش صباع طويل قوي بالشكل اللي احنا شايفينه ده كده. هنجيب بقى طبق فل او اي طبق عندنا وهنرص فيه. انا جبت الطبق الفل ده ليه بقى؟ عشان في جزء شيلته في الفريزر، والجزء التاني عملته لايه لرودينا وكده يعني قلينين بالشكل اللي احنا شايفينه ده كده اهو. شايفين اهو بتطلع بكل سهوله. بصوا النشا خليها حاكمه نفسها شويه. طبعا هو ان احنا حطيناها ارتاحت ربع ساعه في الفريزر، برضو دي برضو خطوه كويسه. يا ريت يا جماعه نعمل كل حاجه في البيت عشان خاطر ولادنا، يعني عشان ولادنا ما يتجهوش ان يجيبوا اكل من الشارع. ويكون حاجات البيت نظيفه جدا، واحنا طبعا واثقين فيها. كل واحد واثق في بيته طبعا والنظافه وكده. هنجيب بقى زيت الطاسه بتاعتنا، نجيب بقى زيت غسير. هنشغل النار على نار وسط، مش هنخلي الزيت ينزل بالبطاطس تنزل ولا الزيت سخن قوي. نار وسط كده زي ما احنا شايفين كده. هننزل بقى البطاطس بتاعتنا بالشكل اللي احنا بقى ايه شايفينه ده كده. ننزل بقى البطاطس اول ما تاخد وش هنقلب بقى ايه كده اهو بالشوكه بالراحه. بعد كده بقى هنجيب بقى طبق وهنحط فيه المصفى بتاعتنا عشان خاطر نطلع فيها البطاطس لما تستوي. شايفين رودينا بقى واقفه مستعجله على النار ان ايه تنزلها. بفضل بقى ازود فيها كده اول ما ايه تحمر كده معانا يعني، واقلب والدنيا توسع. اطلع بقى زي ما قلت لكم جبنا الطبق وحطينا فيه المصفى بتاعتنا ديت عشان ننزل فيها الزيت ونطلع فيها البطاطس بتاعتنا بالشكل اللي احنا شايفينه الجميل ده كده. بصوا تحفه وطالعه والله مقرمشه بالشكل ده كده. خلصناها بقى بالشكل الجميل ده بقى كده. ايه هنقدم بقى معاها كاتشب. بصوا شايفين يعني انا والله لو كان الصوت شغال كنت تسمعوا صوت القرمشه. تحفه وجميله، والجوده بتاعت البيت احنا عارفين زيها ما فيش منها. وتسلم ايد اللي عملها على اليوتيوب واحنا خدناها منه، بس احنا زودنا
حاجة بسيطة. وانا ما بتكسفش لما بشوف حاجة وبعملها، دي حاجة انا يعني دي حاجة كويسة فيا ان انا ايه بحاول اعمل الحاجة دي. ما تنسوش بقى اللايك والشير وتفعلوا الجرس في قناتي، ده حياتي وده شغلي.